السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين وبمناسبة عيد الفطر المبارك على الناس أجمعين يا رب. طبعا العيد في الريف ده حاجة تانية خالص. طبعا رحنا عيدنا بقى في الريف المصري، حاجة بسم الله ما شاء الله. الطبيعة ديت احنا عايشين في بلد ما فيهاش اصلا خضرة ولا شجر ولا اي حاجة من الحاجات اللي احنا شايفينها مع بعض دي. فالحقيقة الواحد لما بيغير كده المكان ويروح مكان تاني وبالذات الريف بيحس كده ان جدد نشاطه وطاقته. طبعا اللي انتوا شايفينه دي غلة اللي لونها اصفر، دي غلة. وده شجر برتقان بقى وليمون واستفندي والحاجات دي. بسم الله ما شاء الله. الريحة عايزة اقول لكم ريحة الشجر البرتقان والليمون مطلعة زهر، عشان خلاص شم النسيم فاضلش عليه غير ايام. ما شاء الله تشموا كده ريحة الزهور في كل مكان. بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا انا الفيديو ده مسجله لكم عشان بس اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعشان كمان اوريكم الطبيعه بتاعه الريف المصري قد ايه جميله بجد. ونصيحه مني ان مهما يكون البني ادم عايش في مكان نظيف ومكان جميل وممكن يكون مكان سياحه كمان، لا لازم يحتاج ان هو يجدد نشاطه. وبالذات يعني اللي زي حالاتي كده، يعني انا مثلا عايشه في الغردقه واهلي كلهم عايشين في البحيره. فطبعا ان انا اروح اغير المود كده واغير المود واشوف جو الريف ده احساس جميل تحفه بجد. الواحد لازم يجدد نشاطه. وطبعا كنت عايزه اقول لكم من خلال الفيديو ده ان انا اسفه جدا على التاخير وان بقالي فتره ما بصورش. بس ان شاء الله هنرجع بقى ان شاء الله كده بنشاطنا. خلاص بعد العيد كان بقى المدارس مع رمضان مع صيام مع الكلام ده، فما كانش الواحد عارف يصور خالص في رمضان. بس ان شاء الله باذن الله هنلتزم بقى ونصور فيديوهات اكتر كتير ان شاء الله. وحبيت ان انا اوريكم الطبيعه قد يعني زي ما يعني قلت امشيكم وافسحكم معايا كده في الريف المصري. هنا كنا خلاص فاضل على كان فاضل في رمضان يومين، قلنا نروح بقى نفطرهم مع الاهل والحبايب. وكانت في الوقت ده كنا لسه خلاص نازلين من الغردقه للبحيره. ورحت بقى اول يوم فطرت طبعا في بيت ابويا ده لازم. وبعد كده اختي الكبيره عزمتني وقلت بقى اصور لكم. كانت بتعمل بقى حاجات كده هوريها لكم دلوقتي. طبعا عايزه اقول لكم ان البحر الصغير اللي انتوا شايفينه ديت مش بحر مالح يعني. الميه اللي في البحر الصغير ده بيطلع منه احلى سمك بلطي. يا خراشي على جمال السمك اللي بيطلع فيه. سمك مش بلطي بس، انواع سمك كتير. بس ان هو مش حادق، الميه بتاعته مش ميه معين يعني، مش اللي هي ميه مالحه، لا ميه معين وبيطلع احلى سمك. الله كده كان نفسي اشوف حد قاعد على الشط بيصطاد في مراكب اهي صغيره، لو كنت خدتوا بالكم منها. كان نفسي اصادف، بس طبعا كنا في ايام اخر يومين في رمضان يعني ايام عيد، فكانت الناس تقريبا كلها مأجزه. كان نفسي اصور لكم حد وهو بيصطاد وكده، واوريكم شكل السمك قد ايه جميل. سبحان الله الحاجه كلها لها طعم تاني. في بلدك اللي انت اتولدت فيها بتحس ان حتى النفس ليه طعم تاني. هنا بقى كنا وصلنا خلاص عند بيت اختي. ده الكلام ده كان اخر يوم رمضان. وصلت عند بيت اختي الكبيره ام مصطفى، ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه. كانت عزماني انا طبعا وولادي وجوزي وكده. حبيت بقى طلعت فوق السطوح عندها، لقيت حد الصراحه ورا بيتها على طول بيقطع برسيم. المنظر بصراحه شدني وقلت اوريه لكم. يعني دي شجره ليمون زرعها في بيتها على طول، اللي انتوا ورقها كان قريب قوي ده. والحاج هناك هنا قرآن الفجر قرآن المغرب كان شغال. يعني فاضل على المغرب ما فاضلش حاجة، وما شاء الله الحاج واقف في الغيط بيقطع البرسيم. يعني ربنا يديله الصحة والعافية. قد ايه الناس هناك جميلة والناس نشيطة والناس طيبة قوي 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 قوي. مهما اروح ومهما اجي بصراحة يعني انا ده من وجهة نظري، الناس كلها كويسة وعلى راسي. بس بحس ان اهل بلدي الناس طيبة قوي قوي، والناس الكبيرة في السن دي ما شاء الله ليها كده. مش عارفة في حاجة، ما اعرفش، او يمكن دي عشان البلد اللي انا اتولدت فيها. بس ناسها طيبين، طيبين جدا وكويسين جدا، ربنا يديهم الصحة والعافية. طبعا عايزة اللي اقول له اللي انتوا شايفينه ده تقريبا برضو غلة. هي الغلة مزروعة بكثرة اليومين دول في البحيرة عندنا. بيزرعوا الرز بقى والمشهورين يعني بالرز والغلة وكده. ومصطفى زرع الزرعة دي، مش عايزة اقول لكم اول مرة اشوف وردة يعني حاطة ايدي على الوردة شمواه، زي ما تكون لابسه كده فستان قطيفه. والله سبحان الله يعني هي صباره ولا مش عارفه دي ورده ايه دي. بس ملمس الورده تحس ان هي لا مش طبيعيه، كأنها حته قطيفه كده شموع.
المهم طلعت صورت الحاج كده فوق وهو بيقطع البرسيم، ونزلت بقى هنا كانت ام مصطفى بتعمل لنا المكرونه بالبشاميل ورز معمر بقى، وانتوا عارفين فلاحين يعني بط ووز والقصص دي. بصوا بسم الله ما شاء الله صينيه الرز طالعه عامله ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله. هو مش على الاكل نفسه، يعني البني ادم بياكل في كل حته بيروح ياكل ويشرب، بس سبحان الله زي ما قلت لكم اكل بيت اهلك او الريف عامه ليه طعم تاني خالص. مش الاكل بس، حتى النفس، حتى الهوا ليه مذاق تاني كده. يعني الصراحة اللي ما عندوش حد في الريف لا يعني بصراحة خسران كتير او فايته كتير بمعنى صح. هنا بقى كانت خلاص ام مصطفى عملت صينية الرز، طبعا صينية المكرونة جهزتها، وهنا بقى بتحط السمنة البلدي اللي على اصولها بقى اللي ريحتها مفحفحه ما شاء الله على صينيه الرز. احسن واحده بتطبخ فينا الصراحه، نفسها تحفه، هي ام مصطفى اختي الكبيره، ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحه. قالت لا اول يوم انت فطرتيه عند، يعني اول يوم فطرته عند بيت ابويا، تاني يوم على طول اللي هو اخر يومين في رمضان يعني، قالت لا اليوم ده بقى عندي انا. صراحة تعبناها يوميها، عقبال يا رب كده فرح مصطفى ونتعب لها كلنا يا رب. هنا كانت عمالة كده بتحط السمنة البلدي على الرز، وبقى راحت ابص بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هنا بقى هتخش بقى على الدكارين البط المحترمين دول، مش عايزه اقول لكم كان طعمهم سكر سبحان الله. انا في بيتي يعني مش بعمل بط، بعمل بط طبعا، بس والله مهما يكون اكبر واعمله باي طريقه، اي طريقه هي ما شاء الله يعني عاملاه بطريقه بسيطه، بس اقسم بالله طعم البط كان سكر، مش مجامله. وورق العنب بتعمله، يعني كانت عامله يوميها كمان ورق عنب على الفطار، سبحان الله الريحه مفحفحه موصله لاخر الشارع. هو زي ما قلت لكم كده، هي زي الحاجه حلوه في اللمه. يعني انا قعدت مثلا 27 يوم رمضان في بيتي، ما حسيتش برمضان غير اليومين الاخرانيين اللي في وسط الاهل والحبايب. ربنا يخلي يا رب حبايبنا كلنا يا رب ويديهم الصحه والعافيه. هنا خلاص بقى ايه، كنت بقى كانت ام مصطفى خلاص كده القرآن كان شغال، وكانت اخر حاجة بسيطة ايه، والمغرب هيدا حمرت بقى دكرين البط. وتعالوا بقى نشوف السفرة بتاعتنا الجميلة بعد ما حطيتها بقى اللهم صل على النبي كده في الشقة جوه. بسم الله ما شاء الله، هم عامة ما بيحبوا يعملوا رز والكلام ده بيبقى يا على السطوح يا في حتة كده زي جراج. حطينا بقى الفطار، وكل سنة وانتم طيبين ويتعاد عليكم الأيام يا رب بألف خير. طبعا العصير بقى والطبلتين ما شاء الله، احنا عددنا كتير